على فكرة يا جماعة، طول ما احنا متفرقين مش هنعرف نعمل حاجة خالص. هات لي أي حد في الدنيا كده. الرسول عليه الصلاة والسلام، رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. سيدنا محمد طبعا لما ربنا أمره بالدعوة والرسالة وكلام من ده كله، لو كان لوحده كان هيقدر إن هو ينشر الإسلام ده كله ويعمل كل ده كله؟ لا، وقف جنبه الصحابة، وقف جنبه أهله، وقف جنبه كل الناس اللي استجابوا ليه ووقفوا في ظهره من المؤمنين، وربنا قوى بيهم وكلام من ده كله ونصروا. وكده كده ربنا معاه وربنا كفيه ونعم بالله طبعا. بس لولا إن الصحابة والناس اللي كملت بعديه كمان وكلام من ده كله، برضه ما كانش الإسلام انتشر الانتشار اللي احنا شايفينه ده. هات لي أي حد في الدنيا بقى بيجاهد لوحده وبيعمل لوحده وكلام من ده كله، مش هيحقق الانتصار الكبير اللي هو عايز يعمله غير لما يلاقي ايه، الناس كلها متكاتفة معاه ومتجمعة معاه. بس زي ما قلت لكم قبل كده في المثل بتاع مجلس الشعب والحاجات دي كلها. بتاع مجلس الشعب مثلا، عضو مجلس الشعب بيطلع يقول ايه، انتخبوني وانا هعمل لكم وهخلي لكم وهسوي لكم. طبيعي، بس انت بتنتخبه الاول، بتروح له بتنتخبه بتديله صوتك الاول. بعد كده هو بيبدأ ايه، يكسب المنصب. بعد كده بيبدأ يعمل اللي هو ايه، اللي هو اللي انتوا عايزينه كله او طلباتكم اللي انتوا عايزينها كلها.